رسالة مؤثرة. نصر الدين نابي يودع جماهير الجيش الملكي. خبر عاجل: ناد كبير يخطف مدرب الرجاء ويوجه ضربة موجعة للجماهير. برقية: الاتحاد الجزائري يمنع أنديته من التعاقد مع لاعب الوداد السابق. مرحبا بكم أصدقائي. نبدأ بأول خبر. نصر الدين نابي المدرب التونسي لفريق الجيش الملكي أعلن رحيله عن الفريق بعد نهاية الموسم عبر تدوينة مؤثرة على حسابه في إنستغرام. كتب نابي: أيها العساكر الأعزاء، احتراما لكل الدعم الذي قدمتموه، أود أن أوضح موقفي. بمشاعر متضاربة أعلن انتهاء رحلتي كمدرب للجيش الملكي بعد موسم مليء بالعمل الشاق واللحظات المكثفة التي تقاسمناها معا. حان الوقت لأقول وداعا. أريد أن أعرب عن امتناني العميق لجميع المناصرين الذين كانوا مصدرا دائما للتحفيز والدعم. كان دعمكم وتشجيعكم للنادي ذا قيمة كبيرة طوال فترة وجودي هنا. لقد بذلت قصارى جهدي رغم التحديات مع الجهاز الفني واللاعبين لإنهاء الموسم بلقب، لكن الواقع كان مختلفا. إلى اللاعبين والجهاز الفني والإداري، أشكركم على تفانيكم واحترافكم. أشكر الجنرال حرموا على دعمه، والرئيس الأيوبي والعقيد مالك على الثقة التي وضعوها فيه. أغادر بذكريات ومودة عميقة للنادي وأنصاره، وأنا مقتنع بأن الجيش الملكي سيستمر في النمو وسيظل في قلبي. أشكر الشعب المغربي على حسن ضيافته واحترامه. الاتحاد الجزائري يمنع أنديته من التعاقد مع لاعب الوداد السابق. كشفت تقارير إعلامية عربية عن فشل انتقال عبد الله الهوني نجم منتخب ليبيا ولاعب الوداد الرياضي السابق إلى نادي مولودية الجزائر. وأوضح وكيل اللاعب لموقع وين وين القطري أن المفاوضات توقفت نهائياً مع نادي المولودية بسبب عمر الهوني الذي يبلغ 30 سنة و4 أشهر، وفقاً لقوانين الاتحاد الجزائري لكرة القدم التي تمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين أجانب فوق 30 سنة، وبالتالي لن يتمكن الهوني من اللعب في الدوري الجزائري. وأفاد المتحدث أن هناك عروضاً أخرى على طاولة الهوني من الدوري الليبي وأيضاً من دوري خليجي الذي قد يكون الوجهة الأقرب للاعب في الموسم المقبل. مدرب الرجاء الرياضي يحدد 5 لاعبين سيغادرون الفريق. حدد الألماني جوزيف زينباور مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم قائمة اللاعبين الذين سيغادرون الفريق الأخضر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى جانب العناصر التي يرغب في التعاقد معها استعداداً للموسم القادم. تضمنت قائمة اللاعبين ال5 الذين وضعهم زينباور للانتقال كل من مروان زيلا ومحمد مكعازي والإفواري هيرفي والبوليفي فيكتور أبراميو والمهدي مبارك. انتهت إعارة المهدي مبارك للرجاء الرياضي بعد موسم واحد قضاه مع الفريق، فيما انتهى عقد كل من محمد مكعازي والإفواري هيرفي الذي تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من الفتح الرباطي. إلياس أخوماش يحظى باهتمام القادسية السعودي. أصبح الدولي المغربي إلياس أخوماش لاعب فياريال الإسباني محط اهتمام أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية. أكدت شبكة ريليفو الإسبانية أن نادي القادسية السعودي مهتم بالتعاقد مع إلياس أخوماش الذي يملك شرطاً جزائياً في عقده يقدر ب50 مليون يورو. يذكر أن عقده مع فياريال يمتد حتى عام 2026. يبلغ أخوماش من العمر 20 عاماً، وشارك في 39 مباراة مع فياريال في جميع المسابقات. سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة. طارق السكتيوي يواجه موقفاً صعباً ويجهز خطة بديلة. يواجه طارق السكتيوي مدرب المنتخب الأولمبي المغربي موقفاً صعباً بغياب عدد من لاعبيه المحترفين في أوروبا عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ووفقاً لعدة مصادر، فقد رفض نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي السماح لصانع ألعاب المنتخب المغربي إسماعيل صيباري بالمشاركة في الأولمبياد، كما أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي رفضه مشاركة المدافع نايف أكرد. وتشير المصادر ذاتها إلى أن بعض الأندية الإنجليزية الأخرى قد تسلك نفس النهج، بما في ذلك كريستال بالاس مع لاعبه الجديد شادي رياض. أمام هذه التطورات اضطر طارق السكتيوي إلى وضع خطة بديلة، حيث قام بتحضير قائمة احتياطية تضم لاعبين من الدوري المحلي لتعويض الغيابات المتوقعة.
وقد راهنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مشاركة جميع لاعبيها المحترفين في أوروبا، خاصة بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 عاماً العام الماضي أمام مصر بهدف تحقيق إنجاز مميز في دورة باريس. يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 ستقام في باريس من 26 من يوليو إلى 11 من أغسطس 2024. ناد عملاق يخطف مدرب الرجاء ويوجه ضربة موجعة للجماهير الرجاوية. أعلن فريق سيمبا التنزاني لكرة القدم تعاقده مع المدرب فاضل ديفيس، المدرب المساعد لجوزيف زين باور في تدريب الرجاء الرياضي، ليتولى تدريب الفريق التنزاني. جاء هذا التعاقد لتعويض رحيل المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة في الموسم الكروي المقبل. رحيل ديفيس يشكل صدمة كبيرة وضربة مؤثرة للجهاز الفني للرجاء الرياضي نظراً للدور الكبير الذي كان يقوم به بجانب زين باور. يذكر أن الجهاز الفني للرجاء شهد قبل أيام قليلة رحيل ستيفن لوبوي لأسباب عائلية، وذلك بعد يومين فقط من فوز الفريق بلقب البطولة الاحترافية. لا تنسوا وضع زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا أول من يصلكم جديد الأخبار العالمية والمغربية.